ولحد ما تسخن يا ابني سخن والله. تتسبك اهي. بص منظرها عامل ازاي. يلا بينا. يلا. شايف المنظر؟ بص المنظر ده يا جدعان، ما شاء الله سبحان الله. الله، بص الارض عامله ازاي، وبص الشجر ده، شكل الشجر. لو في البرنامج ده نمشي شارع انا وانت سوا. بوتاجاز طبيعي ده. ايكو. ايه رايك في الكركديه؟ عسل. ايوه يا اخي. والنهارده احنا في كوبانية علشان نشوف حاجات عمركم ما هتشوفوها غير في اسوان. يلا بينا تو البلد النهارده في فيديو خطير. فين؟ في البلد. شايف جمال بلدنا يا عمير؟ عارف الطريق؟ الاهم من الشغل، الاهم من الشغل تظبيط الشغل. ايه دي بقى اللي جايبها انت؟ ده حطب عشان نشوي فراخ. فراخ؟ فراخ. يا ابني احنا هنعمل كبسه. كل حاجه النهارده هتبقى ايكو يا اخوانا. ايكو يعني كل حاجه من الطبيعه، نار من الطبيعه، مش غاز، لا حطب. هنوفر يعني. ده بقى ازاي تتعامل مع ايه؟ مع نهايه العالم بقى. ازاي تاكل كبسه في نهايه العالم. فيديو النهارده هنعمل شويه حاجات كده، هناكل ونشرب ونعمل قعده عرب والدنيا، وهنعيش اجواء بقى ليه؟ الهريف والطبيعه بقى. يلا بينا. يلا بينا. ها كوبا راح مش هيرجع. المقلوبه ده عايزه ايه؟ معظم الاكل اللي فيها عايزه خضار زي كده. بص بنقطع البتنجان. طب خلاص خلصنا البتنجان مثلا تقطيعه كده، وبنقطع كوسه طبعا. ماشي. شوف حاجه. البطاطس تمام. والله اقسم بالله انا البطاطس دي بعرف اعملها بس. ايوه بص خلاها ازاي. تعال كمل يا اسطى، تعال كمل عشان مش عاجبك تقطيع ماز. ده تكفيك زي الفل يا عم. بص خلاها ازاي يا ري. طيب يا جدعان احنا هنلغي ايه التقطيع ده خالص عشان الجماعه مش هجيبهم تقطيع. ايوه يلا عمير تعال هات ايدك. يلا روح نجيب حطب. يلا يا شباب. يلا بينا. كل حاجه من الطبيعه النهارده. فدلوقتي احنا هنجيب الحطب، نكسر في الحطب تمام زي ما انتم شايفين علشان هنطبخ عليه النهارده. يلا ايوه اهو. النهارده عمير تعبان معانا اخوانا. تعتبر الكميه دي كفايه يعني في النار صح؟ ايوه لا هتقضي. بص بقى المنظر، بص المنظر اللي ورانا ده. شايف المنظر اللي ورانا؟ بص المركب. حتى الميه يا جدعان، الميه اللي نستخدمها من النيل. تعال بص، تعال اوريك نظافه النيل بتاعنا. تعال اوريك النظافه بتاعت النيل بتاعنا. الميه نظيفه ازاي عندنا؟ هنا الميه نظيفه. النيل عندنا يا اخوانا في اسوان نظيف. يعني انت برضه حتى لو جيت استخدمت الميه هنا، لا الميه نظيفه على فكره. يعني الرمله باينه ليه؟ ايوه الميه نظيفه. الميه نظيفه. لازم انا الرمله. اسوان. المقلوبه او الكبسه لازم يبقى فيه ايه؟ حاجه كده تطر على الاكله. سلطه الروب تمام. ايه سلطه الروب دي؟ هم عملوها، انا كنت عايز اعمل الطريقه بس تعال اقول لك بقى ايه. اول حاجه تمام بنجيب زبادي، بتحط الزبادي عليه خيار. بعد كده بتعمل ايه بقى؟ بتحط في سلطه الروب دي جزر. هو تقريبا الجزر ده زياده من عندكم انتوا صح؟ هم دي افتكاسه يعني، هم مزودين من الجزر ده. المهم بعد كده بعد ما بتحط الحاجات دي كلها على بعض بتحط عليها فلفل وملح. بتعمل ايه يا كوبا؟ بنحفر عشان بنعمل بوتاجاز طبيعي. بوتاجاز طبيعي ده. ايكو. كل حاجه ايكو هنا. طبعا في ناس بتحب يقول لك انتوا يا اخوانا انتوا عندكم بوتاجازات والكلام ده، انتوا ليه حابين تتعبوا نفسيكم؟ المتعه في الشغل ده. يلا هنبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الزيت. خد بالك بس. ولحد ما تسخن. يا ابني سخن والله. بسم الله الرحمن الرحيم. حط بقى ايه. اهم حاجه تقلب فاهم. احنا ما بنخليهاش تاخد وش يعني فاهم جامد، لا احنا بعد كده بنطلعها فاهم. دلوقتي بقى نحط البصل. حط بعد ما طلعنا ده كله هنحط البصل. يودي. لا طبعا الفراخ احنا منظفينها وكل حاجه نظيفه. كل حاجه نظيفه. بسم الله. التوابل. حط التوابل دي توابل كبسه يا جدعان. 7 بهارات والكبسه وتوابل الكبسه وكل حاجه هتلاقوها عند العطار. احلى مقلوبه. المقلوبه هي كبسه بس على مقلوبه. انا ده اللي عرفته يعني تمام. هي نفس الطريقه بنفس كل حاجه بس انت بتزود المقلوبه خضار اكتر. ما عندناش جردل فلازم نبل الرز شويه. يا سلام عليك. تعال بص دي بقى يا صاحبي نايل كروز. نايل كروز دي بقى بتاخد يا معلم عندك من اول اسوان لحد الاقصر بيها. الميزه فيها ان انت بتنام بتصحى كل يوم في بلد. باذن الله الفيديو ده لو جاب 50,000 لايك هنأجر نايل كروز. 50,000 لايك هنأجر نايل كروز ونعمل فيها فلوج. بس كده الميه تمام. ولحد ما تستوي الكبسه نعمل لنا بقى ايه؟ كوبايه شاي بنعناع بقى. تعال هو ظبط لنا الفحمايه. ايوه تعال بقى نشرب لنا كوبايه شاي على الفحم. بس بقى اهم حاجه الشاي على الفحم لازم تحط الشاي
تعالوا بقى اسمعوا الدندنه. الحاجه هي بتستوي مع الشاي بقى. بص الاجواء ولا الريحه يا جدعان بتاعت الاكل. شاي على الفحم. بصوا بقى كوبايه الشاي بالنعناع يا جدعان. شاي بالنعناع على المنظر ده. انتوا عايزيني اروق من كده؟ خلصت الشاي بتاعي من كتر حلاوته. انا اللي عامله ده. تتسبك اهي. بص منظرها عامل ازاي. حط الرز بقى. تعالوا بقى ناخد جوله في المكان الاول لحد ما تستوي الكبسه. بص بقى الدلع اللي عندنا ما شاء الله ما شاء الله. قولوا ما شاء الله في الكومنتات. عندك جمال هنا. تعالوا اوريكم منظر طيور محميه برضو طيور. تعال يا جدعان ده بط. انا برضو انا بعيد عشان ايه ما نحاولش نبوظ المنظر. اهو ستار ازاي بط. ايوه اهو ما شاء الله. بص الطيور. حاج اتفضل. نمشي شارع انا وانت سوا في مزاج الليله. دلوقتي بقى خلاص الكبسه استوت. الصينيه ما شاء الله. 1 2 الله كده لازم اللفه. هات السلطه اللي هناك يا بسم راجل. الله الرحمن. زي شايف اللحمه دايبه ازاي. ايوه يوسف. بص بعد ما خلاص خلصنا الغدا نعمل بقى شويه ايه كركديه. هيغلي ويبقى لونه احمر والطعم بقى وتشربوا احلى كركديه على الفحم. برضه كل حاجه على الفحم كل حاجه على الطبيعه النهارده. خليه تعال بقى بسم الله. يلا يلا غبور. ما شاء الله. لو في البرنامج اقدر اعديها لك على السريع. ايه رايك في الكركديه؟ عسل. ايوه يا اخي. ايه رايك في الكركديه؟ لا موت اول مره اشرب كركديه زي ده والله. احلى كركديه يشربونا في الكوبانيه. بص بقى كوبايه الكركديه على المنظر ده. عمير وهو بيدينا جوله هنا عايز يقول لكم ايه اللي ورا ده. ايه اللي ورا ده يا عمير؟ حصان. ايه؟ حصان. بيعملوا بيه الحصان ده؟ بسبقوا بيه. بيسابقوا بيه وين؟ من واحد. صح. بص المنظر ده يا جدعان ما شاء الله سبحان الله يعني. جمال. بيعملوا بيه دلوقتي الجمل ده دلوقتي؟ بركبوه في الصحراء. صح. تعالوا بقى نكمل جولتنا. اقسم بالله المناظر دي يعني مش هتلاقيها غير على سطح المكتب. عارف الشاشه بتاعت سطح المكتب الزرعه دي؟ اهو هو ده ديسكتوب. بس تخيل بقى انت على الطبيعه. انت قاعد في ديسكتوب طبيعي بقى. كل حاجه موجوده. وبص الارض عامله ازاي وبص الشجر ده شكل الشجر. كل ده في مصر على فكره. وفين في مصر؟ في اسوان. فين في اسوان؟ في الكوبانيه بلدي اللي اتشرف بيها. فاي حد بيشرف ببلده يكتب لي اسمها في الكومنتات. دي بقى اسمها يا عمير بقرة. بنعمل بيها ايه؟ ونشرب الحليب وصنقوه. علي صوتك للناس. ونشرب الحليب وصنقوه. معلومات يعني اول مره نعرفها من عمير النهارده. دلوقتي بقى تعالوا اوريكم منظر الغروب في البلد عندنا هنا عامل ازاي. شايفين منظر الغروب. وننهي جولتنا النهارده بلفه في المكان. بس اجمل منظر هنشوفه في البلد هنا. تعال بلدنا على النيل هنا. شايف انت النيل؟ وشك الكوبري اسوان الجديده. بص بقى الارض عامله ازاي هنا. بص جمال المكان. تحس ان انت يعني زي ما قلت في الفيديو اللي فات مزارع هولندا دنمارك. احنا هنا مزارع بس طبيعيه بقى. دي معموله بالطبيعه. على فكره المكان ده ما بيظهرش غير 3 شهور في السنه بس. في شهور ايه بقى اللي بيظهر فيه ده؟ في الشتاء بس يعني احنا دلوقتي في بدايه الشتاء فالمكان ده ظاهر. اول ما يبدا كده خلاص الصيف يبدا فلا المكان ده كله بيبقى ايه؟ بيبقى كله ميه. ده بسبب ان احنا الميه بتزيد في الصيف. ملاحظين سبحان الله ان الارض مدرجه كده. بص ايوه. وفي نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والفولو وتكتب لي اسم بلدك في الكومنتات. نورتنا يا كوبا. ولو الفيديو ده وصل 50,000 لايك هنركب النايل كروز من اسوان لحد الاقصر. حبابكم 10 في الكوبانيه.